السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال المملحات بالدجاج. كنعملوهم على شكل بريوات او سيجار، كيجيو لذاذ بزاف. وهادو المملحات هما الاكثر طلبا من عند الكليان ديالي، وقلت علاش ما نشاركهمش معكم. ولا جربتوهم اكيد غادي يعجبوكم، واللي ذاقهم عندكم غادي يطلب منكم الوصفة. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو لطريقه التحضير، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير. هنا عندنا 4 الحبات ديال البصله. هنا خلطت البصله الحمراء مع البيضه، وانتم لكم الاختيار تعملوا بداكشي اللي موجود عندكم. كنغطيوها ونخليوها طيب غير في الماء ديالها. ملي كتمر واحد 7 دقائق كنضيفوا عليها زيت الزيتون. تقدروا تعوضوه بزيت نباتيه او خليط ديال الزيت النباتيه مع زيت الزيتون، كيعطيو نفس النتيجه. كنضيفوا عليهم الخرقوم، الهريسه غبره، شويه البزار، شويه الكمون، وجوج معالق كبار ديال الخليط ديال القزبر مع المعدنوس. ومن الافضل تعملوا المعدنوس والقزبر يكونوا طريين، كيعطيو واحد النكهه اللي هي رائعه. وكنخليو هاد البصله تشحر فوق النار. وهاد المرحله مهمه، قد ما خلينا هاد البصله تشحر فوق النار الا وكتجي هذيك الحشوه ديالنا لذيذه بزاف. غادي نضيفوا عليها شرائح ديال الدجاج اللي مقطعينه الى قطع صغيره. هنا عندي ما يعادل 300 غرام. وضفت ليها شويه ديال واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير. وكنخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم، وكنخليوه حتى كيطيب لينا داك الدجاج، ونطفيو عليه ونخليو هاد الخليط حتى يبرد، عاد نضيفو عليه الباقي. دابا عملنا الماء يغلي، ومن بعد ما غلا غادي نطفيو عليه ونضيفو الشعريه. كنغطيو عليها وكنخليوها واحد 2 دقائق، ونصفيوها ونقطعوها بالمقص باش كيسهل علينا نخلطوها مع المكونات الاخرين. ودابا غادي نضيفو على الخليط ديال الدجاج مع البصله اللي خليناه حتى برد. غادي نضيفو واحد 70 حتى 80 غرام ديال الفرماج محكوك، ونخلطوا المكونات كاملين. ودابا غادي نبداو نشكلوا في البريوه ديالنا. عندنا هنا ورقه البسطيله اللي قطعتها على 2، وغادي نشكل هنايا البريوات على شكل مثلث، وغادي نلصقهم بالخليط ديال الدقيق مع الماء. فايت لي في فيديو سابق شاركت معكم تشكيل ديال البريوات. وغادي نشكل بهذه الطريقه حتى نسالي الحشوه ديالي. وفي هذا الحين كنوضع شويه الزيت في واحد المقله، كنخليه حتى كيسخن، وغادي نضيف ليه هاد البريوات. وكيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو ما كنضيفش الزيت بزاف، كنزيدو تدريجيا باش كيجيو عندنا دوك البريوات ما شاربينش الزيت. وكنخليوهم فوق النار حتى كيتحمروا على الجهتين من الفوق والتحت. وهانتوما معايا حتى الاخير باش تشوفوا النتيجه النهائيه.
هاد المرحله ما كتاخدش الوقت بزاف. كنديروا النار على نار متوسطه باش ما يتحرقوش لينا. وهذه هي النتيجه النهائيه. وكيف ما العاده غادي نوريكم كيف جاو من الداخل. كيجيو مقرمشين وكيجيو رائعين شكلا ومذاقا. وكنرشوهم شويه الفرماج. ومبقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، الى حلقه قادمه ان شاء الله.